سلام. القطوة اليوم بزاف بنينة وسهلة، كاين اللي يعرفها وكاين اللي ما يعرفهاش. اللي ما يعرفهاش يجي يتعلمها معنا. يلا نبداو بسم الله. عندنا عظمة وزوج صفار، مغرف ونص تاع سكر غلاس، رشة الملح، نحطوا لهنايا النشا اللي هي مغرف، وربع مغارف تاع الزيت، نزيدوا لهم 125 غرام تاع الزبده تكون طريه، ونخليو كلشي يتخلط مع بعضه. درت شويه على فاني تاعنا، من بعد نبداو نحطوا في الفرينه ونحطوا 10 غرام تاع خميره الحلوى. الفرينه ما تكتروش بزاف، خليوها شويه طريه. حطيت انا البيراكس تاعي دهنته بالزيت ولا دهنوه بالزبده نورمال. تحطوا لاباط تاعكم تحلوها، روحوا نوجدوا لا كونفيتور. انا راح نخدم لا كونفيتور دو فريز. نحطوا 2 مغارف كبار تاع نشا، ونزيدوا لهم 3 مغارف معمرين مليح تاع المعجون، نخلطوهم مع بعضهم ونحطوهم فوق لاباط اللي كنا حليناها. الفور راهو سخون على 180 درجه، نحطوهم يطيبوا من الفوق ومن التحت. نروحوا نوجدوا الميرينغ. راح نطلعوا 2 بياض اللي خليناهم مع رشه الملح، نطلعوهم مليح، ومن بعد ما يطلعوا راح نزيدوا لهم 4 مغارف تاع السكر، نحطوا بالمغرف، نحطوا مغرف ومن بعد نخليوها تتحرك مليح حتى تطلع، ونزيدوا الثانيه والثالثه والرابعه. كي تطلع مليح هاو الباك دوازون كنت انا زدت لها شويه على فاني و2 مغارف كبار تاع جو سيترون. هنا بعد ما طاب الكاطو شوفوا كيفاه يجي من تحت يتحمر روعه. راح نحطوا الميرينغ اللي طلعناها ونزينوها من الفوق بالفرشيطه، ومن بعد نرجعوها الفور تطيب غير من الفوق برك باه تتحمر. خليتها دفات، انا كنت مزروبه باه نصور لكم، خليوها تبرد مليح وقصوها. شوفوا لي هذيك البنه لاباط من تحت تدوب في الفم، الفراز من الداخل تحسوها روعه، ومن الفوق راح تجيك من هذيك الميرينغ كي تعضوا حاجه روعه. خلاص كتروا زيت دو سيترون في لاباط باش تجيكم مليحه، وحطوا تانا لافاني حطوهم في زوز باش تجيكم نكهه مليح باللوغو تاع القارص. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش اللايك والبارطاج. سلام.